من جديد أهلا وسهلا فيكم مستمعينا عبر الموجة 103.5 ومتابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك بوير عربي. مكملين بفقرات عطر الصباح، ونحن هلا ضمن الفقرة الحوارية رح نحكي فيها عن اضطراب الفصام الشخصية. شو هو فصام الشخصية؟ من هم الأكثر عرضة به؟ هل هو منتشر في مناطق شمال وشرق سوريا؟ أسئلة أكثر رح نطرحها على ضيفتنا في الاستوديو، أخصائية النفسية ميديا ملا درويش. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيكي شيرين، يسعد صباحك وصباح كل مستمعين إذاعة بوير. أهلا بك ميديا. بداية لتعرفين لنا أكثر عن هذا الاضطراب وما هي أعراضه؟ فصام الشخصية شيرين هو اضطراب ذهاني مهم. نفسي شديد مهم. بيفسر فيه الأشخاص المصابين في الواقع بطريقة غير طبيعية. مهم. هلا الأعراض هي الهلوسة. مهم. آه، من الهلوسة بيصير إنه بيسمع أصوات ما أنا موجودة بالواقع، مهم. أو بيفسرها مثل ما بده، يعني بيفسرها على كيفه. مهم. كمان العرض الثاني هي الأوهام. بيصير بيشوف خيالات مهم. قدام عينه، بيشوف أحداث، بيتخيل أحداث موجودة قدام عينه هي ما أنا موجودة مهم. أبدا بالواقع. العرض الثالث هو السلوك الشاذ. السلوك مهم. الشاذ بيصير بيهمل فيها نفسه، بيهمل نظافته الشخصية، بينتج عنه تفكير غير منظم، حديث غير منظم، مهم. سوء استخدام العقاقير والكحول مهم. والمخدرات. هي بلى. الثلاث أعراض الأكثر شيوعا. ميديا، من هم الأكثر عرضة للفصام، الرجال أم النساء؟ وهل هناك عمر محدد؟ على الأكثر عرضة للفصام هن الرجال. مهم. من بين 12 مليون رجل تصاب 9 مليون نساء. مهم. مهم. الأكثر عرضة هن الرجال. هل هناك عمر محدد؟ لا، ما في عمر محدد للفصام. مهم. هل تختلف الأعراض من شخص إلى آخر؟ هلا الأعراض أكيد بتختلف من شخص لآخر ومن فئة عمرية لأخرى. أها. يعني هلا عند المراهقين ممكن ما بتظهر كل الأعراض. مهم. المراهقين ممكن ما بتظهر عندهم أكتر شيء الهلوسات، هن بيتعلقوا أكتر شيء رح نحكي عن هذا بالأوهام الموضوع. بالأوهام بلى. البصرية. مهم. يتعلقوا أكتر شيء بالأوهام البصرية. مهم. يمكن أن تختلف الأعراض في النوع والشدة بمرور الوقت. هل لك أن توضحين لنا كيف يتم هذا الاختلاف؟ هلا أكيد بتختلف من النوع والشدة حسب العلاج. يعني كل ما كان العلاج مبكر أكتر، مهم. كل ما خفت الأعراض، خفت شدة الأعراض. مهم. كل ما يعني ما كان العلاج بطريقة مبكرة، كل ما أنه كان العلاج يعني مؤخر. يعني مهم. كل ما تأخرنا بالعلاج كل ما زادت شدة الأعراض. ممكن في أعراض بالبداية ما بتظهر، بس إذا ما تم العلاج بتظهر الأعراض الثانية. مهم. ميديا، أنسة ميديا، ما هي أعراض فصام الشخصية عند المراهقين؟ هلا عند المراهقين الأعراض هي أكتر شيء بيصير عندهم الاضطرابات مثل الاكتئاب، الحزن الشديد، الغضب، سهولة الاستثارة. هلا المراهقين أكتر شيء بتشوفيهم المراهقين أكتر هيك سريعين الغضب، سريعين الانفعال. مهم. كمان بتظهر عندهم تدني مستوى التحصيل الدراسي. اللي بيميلوا أكتر شيء للعزلة الاجتماعية، يبعدوا عن العائلة والأصدقاء. مهم. آه، تتدنى عندهم يعني مستوى الرغبة بالحياة، مهم. تدني الرغبة بالحياة. هي أكثر شيء تدني الرغبة بالعمل. مهم. هلا في سلوك ممكن انه يأثر على المجتمع من خلال الأعراض، يعني مثلا سلوك أو أعراض المرضى، ممكن انه يكون في عندهم سلوك ممكن انه يأثر على المجتمع، يعني ممكن يعملوا شيء يأثر على المجتمع. أكيد. هلا أنا قلت لك بالعرض الثالث هو مهم. السلوك الشاذ، مهم. فبيسوء استخدام العقاقير والمخدرات. هذا الشيء مهم. أكيد رح مهم. يأثر على المجتمع. مهم. مم. في غير شيء غير هذا الأسلوب أو غير هلا هذا حسب السلوك؟ حسب طبيعة كل شخص، أها. حسب سلوك كل شخص يعني مهم. بالنهاية. أها. أستاذة ميديا، ما هو سبب الإصابة بالفصام؟ هلا ما في دراسات وبحوث تؤكد سبب الإصابة، سبب محدد للإصابة مهم. بفصام الشخصية. مهم.
لكن هو أنه تفاعل بين الجينات الوراثية وطائفة من العوامل البيئية للشخص. يعني مهم. هذا هو مرض، قلت لك هو مرض فكري، مرض ذهاني. مهم. مهم. هل هناك عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة بفصام الشخصية أو تحفيزها؟ بالتأكيد. أكيد. هلأ في إذا كان في حدا بتاريخ العيلة قبل مصاب بفصام الشخصية، مهم. فأكيد هذا الشيء رح يأثر على الأحفاد، على الجيل الثاني. مهم. بفترة الحمل والولادة، مهم. إذا بتصير مضاعفات مثل سوء التغذية، مثل التسمم الدوائي، مهم. اللي بيأثر على تطور الدماغ عند الجنين، فأكيد بيأثر. هذا الشيء بيكون سببه إنه آه، فصام. بفترة المراهقة والشباب، إذا تم تعاطي الأدوية النفسية والنفسانية، مهم. كمان هذا الشيء بيأثر على الدماغ وممكن يؤدي للفصام. أها. أستاذة ميديا، سنتوقف قليلا بفاصل قصير ونعود لنكمل معك الحديث. أنت عم تسأليني بصراحة. أهلا وسهلا من جديد. الأخصائية النفسية ميديا ملا درويش، عم نحكي عن موضوع اضطراب فصام الشخصية. أستاذة ميديا، إذا كان هناك شخص مصاب في العائلة بالفصام، كيف يمكن التعامل أو مساعدة الشخص المصاب؟ سؤال جميل جدا شيرين. تفضل. هلأ كيف فينا نتعامل؟ أول شغلة بالتعامل جوا البيت مع المريض هي إنه نقدر مشاعر المريض، مهم. نراعي ظروفه الصحية، مهم. ناخد بعين الاعتبار الحالة اللي عم يمر فيها، لأنه كل شيء كل سلوك يبدر من المريض، كل حديث غير منظم مثل ما حكيت عنه من شوي، هي بتكون خارج إرادة المريض. مهم. فأنا لازم ناخد بعين الاعتبار
وضعه الصحي ووضعه النفسي. مهم. بالمساعدة، هلا كيف فينا نساعد المريض بأسرع وقت ممكن؟ يلجأوا لأي طبيب مختص بالطب النفسي بالمنطقة، أو أي مركز للدعم النفسي الاجتماعي بالمنطقة. هلا كونه نحن صار عنا بمناطقنا بروج آفا كتير منظمات وجمعيات إنسانية بتشتغل على الدعم النفسي الاجتماعي، وفيها مختصين من مستوى عالي بصراحة. مهم. فيلجأوا لأي مركز قريب من بيتهم ويطلبوا المساعدة والدعم. مهم. يشاع أن مرضى الفصام يفكرون دائما بالانتحار، هل هذا صحيح وكيف يمكن التغلب عليه؟ أكيد هلأ من مضاعفاته الأساسية هي الانتحار، محاولة الانتحار أو الأفكار الانتحارية. مهم. فطبيعي جدا هو خطورته بأنه بس ازدادت شدة المرض، ازدادت شدة الأعراض يؤدي للانتحار. مهم. كيف فينا نتغلب عليه؟ هذا بالعلاج أكيد. مهم. مم. إذا ترك الفصام دون علاج، هل تحصل مضاعفات عند المصاب؟ وما هي تلك المضاعفات؟ أكيد بتصير مضاعفات شيرين، مثل ما قلت لكم من شوي، هي أول مهم. شيء الانتحار. مهم. لا كمان بتصير اضطراب القلق، مهم. اضطراب الوسواس القهري. هدول الاضطرابات شديدة بصراحة، مهم. بتزيد من شدة المرض كتير. الأعراض الاكتئابية هي مثل الحزن الشديد، مهم. العصبية، الغضب الشديد، السلوك العدواني. مهم. كمان انه بيصير في مثل ما قلت لك تدني الرغبة بالعمل، تدني الرغبة بالحياة، سوء استخدام العقاقير والكحول. مهم. آه، هي في حال ترك المصاب بدون بدون علاج. علاج، بدون علاج. طيب أستاذة ميديا، في فرق بين مرض الفصام أو مرض الفصام والانفصام، ما هو الفرق بينه؟ أسئلتك جميلة جدا شيرين، أنا كتير بحب أحكي عن هذا الشيء ويا ريت أو وعي نتوسع بهذا بهذا الشيء. الموضوع. أكيد. هلا الفصام مثل ما قلت لك هو مرض فكري، مرض ذهاني شديد. مهم. يعني الفصام مثل أنه الشخص بيصير منفصل عن الواقع، تمام. مهم. ومن أعراضه هي الهلاوس والأوهام والسلوك الشاذ، مهم. مثل ما حكيت من شوي. الانفصام شيرين هو اضطراب نفسي، اضطراب نفسي شديد. بيعاني منه الأشخاص المصابين فيه من عدم تذكر الأشياء، وبتتخلل بصورة غير طبيعية. يعني مثلا بينسى مين هو شيار بيقول عنه آلان مثلا، مهم. بينسى مين هو محمد بيقول عنه أحمد مثلا. مهم. تمام. هذا الانفصام. الانفصام. مهم. بالإضافة كمان بيتخللها أنه نسيان بهويته، أها. بمعلوماته الشخصية. كمان بيصير بينسى عنوانه، بينسى معلوماته الشخصية بشكل عام يعني. مهم. مهم. أستاذة ميديا، كلمة أخيرة عبر إذاعتنا. آه، أنا كتير بحب أحكي عن هذا الشيء بصراحة. بنصح كل الأشخاص بفترتنا هلأ هاي الحالية بروج آفا، بظروف الحرب والأزمة الاقتصادية، طبيعي جدا تظهر عنا بعض الأعراض مثل الضغط النفسي، مثل الأعراض الاكتئابية. هذا الشيء طبيعي جدا كونه نحن عم نمر بفترة حرب، والحرب هي حرب نفسية أكثر ما أنا حرب سلاح. صحيح. فبنصح كل الأشخاص اللي بيلاحظوا على حالهم أو يلاحظوا على حدا من عيلتهم أو على أطفالهم أي عرض من أعراض الضغط النفسي، يحاولوا يراجعوا أي مركز قريب منهم للدعم النفسي الاجتماعي، أي طبيب مختص، يطلبوا المساعدة، يطلبوا الدعم، لأنه هذا الشيء أبدا ما له عيب. مثل ما نحن عم نسأل عن صحتنا الجسدية ونراجع دكاترة لنسأل عن صحتنا الجسدية، لنطمن على صحتنا الجسدية، ضروري جدا نطمن على صحتنا النفسية كمان، لأنه الجانبين مرتبطين ببعضهم. فكل ما سألنا عن صحتنا النفسية أكثر، كل ما الأمراض الجسدية تخف أكثر، لأنه راحتنا الجسدية والنفسية والفكرية هي مرتبطة ببعضها صحيح. بالنهاية يعني. وأي خلل بأي جانب من الجوانب فيأثر على الجوانب الباقية. مهم. فبنصح كل الأشخاص أنهم يراجعوا، يسألوا عن حالهم، هذا الشيء أبدا ما له عيب.
مهم. شكرا لك على هذه المعلومات. كنت معنا ضيفة الأخصائية النفسية ميديا ملا درويش، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لك شيرين، شكرا لإذاعة بوير، وكان لي شرف كتير كبير أنه كنت ضيفتكم اليوم. شكرا على شكرا لك. الاستضافة الحلوة. شكرا لك. مكملين بفقرات عطر الصباح ولكن بعد الفاصل.